انا مصريه عندي 38 سنه بشتغل بره ومؤهلي عالي، وخلعت جوزي المصري ومؤهله عالي بره، بس خلعته لانه شتمني كتير وشتم اهلي كتير، وحسيت ساعتها ان الحياه معاه بقت مستحيله بعد كميه الشتايم دي. نفسي عزت عليا بصراحه، قررت الانفصال بالخلع. كمان كان تحت ايدي ايصالات امانه عليه اخدتها من قرايبي ورفعت عليه 7 قواضي. كنت عايز انتقم منه، بس انتقم منه اشد انتقام عشان يحس ان مش حد ضعيف. كمان هو وقتها اتصل بيا وقال لي انه عايز يقعد وكل واحد يروح لحاله بالقعده العرفي. انا قلت بما انه اتجرأ وطلب الانفصال يبقى لازم احبسه، ورفضت القعده العرفي عشان عايز احبس، وفعلا جبت عليه احكام كتير. هو ساعتها بدا يتكلم في الصلح. انا قلت له يروح لبابا ويترجى ويتاسف له على الشتيم، ورفض وقال انه اخذ القرار انه مش هيتعامل مع بابا تاني مدى الحياه، وانه لغى بابا من كل حساباته وكان عايز يتصالح من خلالي. انا اعتبرت انه كده صغر بابا، وهكون كده هزمت بابا قدام جوزي. فجوزي هنا قال لي لو التصالح بتاعنا مش هيتم الا من خلال باباكي فانا مش هتصالح اساسا. انا مخلفه منه ولد، ونشفنا دماغنا قصاد بعض لحد ما المحكمه حكمت لي بالخلع. بعدها انا اخدت ابني وسافرت واتنزلت عن القواضي كلها بعد ما اخدت ابني وكل مستحقاته، والكلام ده من 6 سنين. حاليا انا مش متجوز وطليقي وحشني جدا ونفسي ارجع، بس هو اتجوز وخلف عيال. دلوقتي انا اعمل ايه؟ مفيش حد زيه اتقدم لي بعد. كل ما حد يتقدم لي اقارنه بطليقي، الاقي طليقي افضل منه في حاجات كتير. هل كان المفروض اتجاهل بابا واتصالح معاه؟ مع العلم كان بابا هيقطعني وقتها تمام، ولا انا اتصرفت صح لما اتمسكت برضا بابا؟ وهل ينفع ارجع لطليقي تاني وازاي؟ مع العلم انه ما بيغيبش عن بالي لحظه حاسه ان حياتي واقفه عنده ونفسي اشوفه بجد. انا نزلت مصر وبلغته يجي يشوف ابني لانه كان وحش ونفسي اشوف، بس ما جاي. فياريت تنصحوني اعمل ايه؟